أقولها لله، كان الأزهر ولا زال وسيظل قلعة شامخة من قلاع العلم الوسطي، والله أقول. فأعداء هذا الدين يريدون إسقاط الأزهر، ويريدون إسقاط رموز العلم في هذه الأمة، سواء كانوا من الأزاهرة أو من غير الأزاهرة، وهذا أمر يخطط له ويراد. فليس من الفقه ولا من الحكمة أن نسير مع السائرين، وأن نصرخ مع من يصرخون، وأن نحمل على الأزهر هذه الحملة الشرسة، وكأنه لا يوجد في الأزهر أبدا الآن من يتقي الله، وكأن كل من ينتسب الآن إلى الأزهر رجل حكومة ورجل دنيا ورجل هوى ورجل. لا يا إخواني، والله هذا ظلم، والله العظيم هذا ظلم بشع. في الأزهر من يتقي الله، في الأزهر من العلماء الأجلاء الفضلاء من لا يليق لمثلي أنا أن يكون تلميذا تحت قدميه وبين يديه. لا ينبغي أن نسفه الناس بهذه الطريقة، ولا ينبغي أن نقلل من شأن هذه القلعة الشامخة من قلاع العلم التي أعطت ولا زالت تعطي منذ أكثر من 1000 عام لهذه الدين ولهذه الأمة بهذه الطريقة. فأنا أخشى ما أخشاه، يعني أن نسير وراء هذه الموجة التي تريد أن تغرق الأزهر وأن تغرق رموز الأمة وأن تغرق الأمة كلها. لا ينبغي أبدا أن نسقط الرموز أو أن نسيء إلى الرموز، وإن أخطأ رمز من رموزنا في الأزهر أو في غير الأزهر ينبغي أن نصحح الخطأ بأدب جم، وأن ندعو الله عز وجل له بحسن الخاتمة وأن يسدده. من منا يضمن أن يموت على توحيد أو على إيمان؟ اللهم ارزقنا لكم حسن الخاتمة. ولا حرج على الإطلاق يا أخي الحبيب، لازلت أنادي بأن من استطاع أن يدفع أولاده للتعليم في الأزهر فهذا شيء جميل بفضل الله عز وجل. وأشهد الله وأدين لله بأن التعليم الأزهري مع بعض الملاحظات ومع بعض التعديلات والإضافات والتوجيهات منك ومن بعض أهل العلم هو من أفضل ما يتعلمه الآن أولادنا. يكفي أنه لا يوجد اختلاط، ويكفي أنهم سيحفظون كتاب رب الأرض والسماوات، ويكفي أنهم سيحفظون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الدين لله والأزهر للجميع. مرحبا بكم أخوة الإيمان مرة ثانية، وأظن أن ما رأيتموه لا يحتاج إلى تعليق. جزى الله هذا الفارس المغوار كل الخير، رفع رؤوسنا عالية. هذا انتصار حقيقي للمثقفين في هذا البلد، للمسلمين في هذا البلد، للمصريين في هذا العالم، للإعلام الصادق عندنا على هذا الإعلام الذي يخادع ويخاتل ويصفي حسابات الحقد على هذه البلد، على مصر الحبيبة.